رخمين، انا مش قاعده معاكم. قالت كده يارا وقامت مشيت. عجبكم كده؟ سوري يا معلم، ما اقصدش. كانت يارا خارجه بره، ولكن غيرت اتجاهها وراحت للمطبخ وهي متعصبه، وقربت من طيبه في الوقت ده. انت اسمك ايه؟ اسمي طيبه حضرتك. محتاجه حاجه من هنا؟ اسمعي، لو فاكره بقى انك هتقدري تغري اشهب بيه اللي بيكون سيدك هنا تبقي غلطانه، فاهمه ولا لا؟ انا مش فاهمه حاجه، انا ما عملتش حاجه يا هانم. انت كمان هتردي عليا يا خدامه انت؟ انا بس بقولك اني ما عملتش حاجه. اما انت بنت وقحه بصحيح، ازاي تردي عليا؟ انت شكلك واحده مش متربيه، وانا هوريكي. مسكت يارا طيبه من شعرها بغل وحقد، وطيبه كانت بتتألم في ايديها. جه اشهب في الوقت ده على الصوت. يارا، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ سيبي شعرها. لا مش هسيبها، دي بنت قللت الادب، قلت ادبها عليا وبهدلتني. انا يارا اتبهدل من حته خدامه زي دي ملهاش اي لازمه في الدنيا؟ خلاص طيب، البنت شعرها يتقلع في ايديكي. يارا بقولك سيبي شعرها، وانا خليها تعتذر منك كمان. سابت يارا شعر طيبه اللي دموعها نزلت من الالم. طيبه اعتذري من يارا. ايه يارا دي؟ اسمها يارا هانم. اتنهد اشهب بضيق في الوقت ده. طيبه اعتذري من يارا هانم. طيبه بصوت مش قادر انه يطلع بسبب شهقات العياط. انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه يا اشهب بيه، صدقني ما عملتش. شوف قله الادب بقى. اعتذري بقولك. تمام، انا اسفه. طلعت يارا من المطبخ وطلع أشهب وراها، وطيبة قعدت على الأرض مكانها وفضلت تعيط من اللي عملته يارا فيها. وآخر السهرة كانوا أصحاب أشهب خلاص هيمشوا، فرامي قال: سلام بقى، احنا هنمشي يا شباب، يلا بينا. يارا في الوقت ده بصت لأشهب. حبيبي، اللي عملته مع البنت التافهة دي علشان أنا بحبك وبغير عليك من أي حاجة، تمام؟ وبعدين بصراحة بقى أنا مبسوطة علشان خليتها تعتذر مني، بس ما كانش ينفع تعملي اللي عملتيه ده، لأن البنت ما عملتش حاجة معاكي. حبيبي، دي مجرد خدامة، وبعدين احذر انت من الأشكال دي، بيبقى هدفهم يتجوزوا أي واحد غني وخلاص. عموما أنا همشي، سلام يا بيبي. سلام. مشيوا بعد ما وصلهم أشهب للعربيات، ورجع لقى طيبة بتلم الضيافة مكانهم ودموعها على خدها. قرب منها في الوقت ده. ممكن تبطلي عياط بقى؟ لو ما كنتش قلتي أدبك أكيد يارا ما كانتش هتعمل كده. يا بيه أنا ما عملتش حاجة، وما لحقتش أفهم أصلا في إيه، لقيتها مرة واحدة شدتني من شعري. طب خلاص بطلي عياط، معلش، أنا خلاص فهمت إنها غيرانة عليا. طب وأنا مالي بده؟ إزاي؟ هي غيرانة عليا منك لأنك حلوة شوية. مسحت طيبة دموعها بكسوف في الوقت ده. برضو أنا ذنبي إيه؟ ذنبك إنك جميلة يا طيبة. يلا شوفي بتعملي إيه، وأنا هطلع أنام. تصبحي على خير. وحضرتك من أهله. وبعد شوية كانت خلصت طيبة اللي وراها وكانت هتدخل تنام، لكن وقفها جرس الباب. يو بقى، كنت خلاص هدخل أنام، أكيد ده هادي بيه. راحت فتحت الباب في الوقت ده. مساء الورد يا ورد جوري في فصل الربيع. مساء الخير يا هادي بيه. صاحية ليه لحد دلوقتي؟ كنت بخلص شوية شغل في المطبخ وكنت هنام، بس جيت افتح الباب لحضرتك الأول. طب خلاص بقى، اعملي لي قهوة، بس القهوة دلوقتي هتضر صحتك، خايفة عليا يا عسل. نعم. خلاص يا حلوة، اعملي عصير من ايديك الحلوين دول. حاضر يا بيه. عملت فعلا طيبة العصير وجابتهوله. اتفضل يا بيه، العصير اهو. تعرفي انا مش بسمع كلام حد، بس انتي حاجة تانية خالص. عندك كام سنة؟ 23 سنة. تمام، اللي بيني وبينك مش كتير. تعرفي النهاردة وانا قاعد في اليخت وكنت بفكر فيكي من ساعة ما جيتي، وانا مش قادر اشيلك من تفكيري، بقيت بشوفك في كل مكان يا طيبة. هادي بيه، حضرتك بتقول ايه؟ انا مش فاهمة. انا ممكن ادخل انام دلوقتي لان عندي شغل بدري، بعد اذنك. مشيت طيبة بسرعة من قدامه وهي خايفة من اسلوبه في الكلام. واخيرا لقيت نص الحلو، قالها بابتسامة. فنزلت شهيرة من على السلم في الوقت ده وكانت لسه صاحية من النوم. انت جيت يا حبيبي؟ اهلا بنص الزفت. جيت يا حبيبتي، يلا نطلع ننام. قال كده وقام طلع على فوق بسرعة، وهي طلعت وراه. وبعد كام يوم
رن جرس الباب وراحت طيبة تفتح. فتحت ودخل رامي ومالك، فرامي بصلها بابتسامة. ازيك يا قمر؟ الحمد لله يا بيه. عاملة ايه؟ اشهب فوق؟ اشهب بيه في الجنينة. ماشي يا مزة. بقولك ايه صحيح، ما تجيبي واتسابك كده ولا تليجرامك ولا الفيسبوك بتاعك، حاجة كده تواصل بيها معاكي. رامي خبط مالك في الوقت ده. بقولك ايه، سيبك انت من الواد مالك ده وفكك منه خالص، ادهم لنا، انا باد بوي واعجبك على الاخر. اشهب بيه مستني حضراتكم في الجنينة، بعد اذنكم هجيب لكم حاجة تشربوها. قالت كده ومشيت من قدامهم. فمالك بص لرامي. ايه ده، ما ردتش علينا ليه؟ اموت انا في نوع صعب المنال ده. تعالى بينا نروح لأشهب. قال كده فراحوا هما الاتنين لأشهب اللي كان قاعد في المسبح في الجنينة بيقرأ كتاب وهو في المية. هلو أشهب. قفل أشهب الكتاب وحطه على الأرض، وبعدين طلع من المية، نشف نفسه وقعد على الكرسي قدامهم. فقال مالك في الوقت ده. ما تفكك بقى يا عم من قراءة الكتب والروايات دي، ما انت عارف ان انا هوايتي المفضلة القراءة، لو انت مثقف قوي. طب بقولك ايه، ركز لي كده، احنا هنعمل حفلة. طب ما تعمله. هنعملها بس هيبقى عندك في الفيلا هنا. عندنا ليه يعني؟ ده دورك، كل مرة بنعمل حفلات عندي يا عند رامي، حتى تسنيم ومنى عملنا عندهم. انتوا عارفين ان ممكن معرفش اعملها هنا لاني ببقى ملخوم في الشغل. لا بقولك ايه، احنا مش محتاجين موافقتك اصلا، انكل هادي وافق. بابا. ايوه. يبقى اكيد قلتله عازمين بنات مش كده؟ على فكرة بقى انتوا هتودوا بابا في داهية. في الوقت ده جت طيبة بصينية. اتفضلوا. حطت الصينية على الترابيزة وكانت هتمشي، لكن وقفها رامي. استني، رايحة على فين؟ في حاجة يا بيه؟ عندي شغل جوه. روح انت يا طيبة شوفي الشغل اللي وراكي. قالها أشهب فهزت طيبة راسها. ليه كده بس يا عم أشهب؟ مش كنت سبتها معانا شوية؟ رامي لم نفسك، البنت شغالة عندي يعني في حمايتي. خلاص يا عم ما تتحمقش، المهم الحفلة عندك. تمام. وبعد كام يوم كانت الحفلة. جمعت شهيرة عمال الفيلا، الكل يجهز نفسه النهاردة علشان الحفلة اللي هتتعمل، مش عاوزة أي غلطة من واحدة فيكم. طيب يا شهيرة هانم، المفروض ان النهاردة اجازتي. لا النهاردة مفيش اجازة خالص. امال مين اللي هيوزع المشروبات على الضيوف يا طيبة؟ اكيد انتي وشيماء طبعا، بس اقلعوا اليونيفورم ده وهتلبسوا يونيفورم جديد، وانا عاوزاكم تشرفوني قدام الضيوف النهاردة. ان شاء الله هنشرف حضرتك. اكيد يا هانم، قالتها شيماء. فشهيرة بصت لهم هما الاتنين. طب يلا شوفوا شغلكم. مر الوقت وجه بالليل والفيلا بقت جاهزة لاستقبال الضيوف. فقربت طيبة من شيماء في الوقت ده. شوشو، كل حاجة خلاص بقت تمام، يلا ندخل بقى نلبس قبل ما الضيوف ما يجوا. يلا بينا. دخلوا فعلا هما الاتنين ولبسوا اللبس اللي اديتهولهم شهيرة، وكان يونيفورم أنيق جدا وباللون الأحمر في الأسود. خلصت شيماء لبس وطلعت استنت طيبة، وبعد شوية خرجت طيبة وكانت جميلة جدا. واو، ايه الجمال ده كله، انتي طالعة قمر قوي. شكرا على فكرة، انتي كمان طالعة قمر. لا بس انتي احلى، وبعدين شعرك تحفة. ممكن اعرف نوع الوصفة اللي بتحطيها لشعرك؟ وصفة ايه يا بنتي؟ انا بستخدم اي منتج عادي، ولكن شعري طويل بسبب الجينات. اصل ماما قالت لي ان تيتا امي كانت هندية. شفتي بقى؟ يلا مش هنضيع وقت قبل ما الضيوف ما يجوا، يلا بينا يا هندية. وقفت طيبة وشيماء يستنوا الضيوف، وبعد شوية وصلوا وابتدوا يدخلوا الحفلة، وكانوا واقفين بيرحبوا بيهم. جت يارا وبصت لطيبة بصة حقد، فخافت طيبة منها، لكن يارا مهتمتش ودخلت. وبعدها جم رامي ومالك ومعاهم تسنيم ومنى، فرحبت بيهم طيبة وشيماء. فقال رامي في الوقت ده. ها يا أمارات، برضو مفيش رقم أكلمك منه؟ رقم ايه بس يا رامي؟ دي أكيد مش معاها تليفون. يلا بينا ندخل. قالتها تسنيم برفعت حاجب. فاتكلم مالك. أجيب لها أنا فوق لو عاوزها. ما ردتش طيبة عليهم، ودخلوا هما كلهم. شيماء بضحك. لطيف قوي هما بيعكسوكي، يا بختك يا ستي. يا بختي ايه بس، دول مجانين مش لطاف خالص، ما عادش في حد تاني. تعالي بقى نشوف محتاجين ايه. تعالي. نزلت شهيرة هي وهادي ورحبوا بالضيوف. فقربت يارا من شهيرة. امال فين اشهب يا طنط؟ لحق يوحشك يعني؟
عموما هو بيجهز فوق. نزل أشهب بعد شوية بطلته الشيك المعتادة. ايه الوسامة المفرطة دي كلها؟ يا رب اتجوز واحد شبهه. شوشو قولي امين. امين يا طيبة امين. قربت يارا من أشهب ومشيت معاه في الحفلة، وابتدت الحفلة والكل بدأ يندمج مع بعضه. طيبة وشيماء كانوا بيوزعوا العصاير والمية على الضيوف. اتخنق أشهب من الحفلة في الوقت ده، سابها وخرج على برا، فطلعت وراه مامته شهيرة. أشهب يا حبيبي واقف هنا ليه وسايب الحفلة؟ انت عارفة يا ماما اني ماليش في الأجواء دي ومش بحبها أصلا، أنا بحب الهدوء. معلش سيبيني براحتي شوية. بس دي حفلتك انت وصحابك. ماما انا وافقت اعمل الحفلة دي وانا مجبر اصلا احضرها. اتفضلي روحي لصحباتك جوه، بس ممكن تبعتي لي مية. براحتك يا حبيبي. دخلت شهيرة وطلبت من طيبة تودي مية لأشهب، وفعلا جابت طيبة المية وراحت له. المية يا أشهب بيه. لف أشهب ياخد المية وشافها في الوقت ده وسرح في ملامحها. انت اللي جبتي المية، انت حلوة قوي يا طيبة، قال كده، وبعدين أخد الكوباية وشرب منها وحطها تاني. شكرا. طيبة بكسوف وعينيها في الأرض. العفو يا بيه. بإيه بس؟ انت اللي بيه. نعم. هو حضرتك قاعد هنا ليه مش بتحضر الحفلة معاهم؟ لأني بحب الهدوء قوي، وبعدين ماليش في جو الحفلات والكلام ده. شخصية حضرتك حلوة جدا، أنا كمان بحب الهدوء زيك كده. خلاص سيب الحفلة واقعدي في مكان هادي زي كده. يا ريت كان ينفع، بس شهيرة هانم هتطردني من الشغل. حضرتك ناسي اني بشتغل عندكم؟ ما ينفعش اسيب الحفلة، لو سبتها مين اللي هيخدم على الضيوف؟ هو انت ايه اللي خلاكي تشتغلي الشغلانة دي؟ كان ممكن تلاقي شغل احسن من كده. جت يارا من وراهم في الوقت ده. بتعملي ايه هنا وسايبة الحفلة وجاية وراه؟ لا ده انت عاوزة توصلي الهدف بقى بسرعة. انطقي يا بت انتي ساكتة كده ليه؟ بعد اذنكم. دخلت طيبة علشان ما تسمعش إهانة يارا كالعادة، فبصت له يارا في الوقت ده. ممكن أعرف البنت الغبية دي كانت بتعمل إيه هنا؟ ممكن تشيل البنت دي من دماغك بقى، الفترة اللي فاتت كلامك كله معايا كان عليها وبس. ممكن أعرف انت خايفة من إيه؟ أنا خايف من حتة خدامة؟ دي حتى عيبة في حقي. أنا يارا مفيش بنت غنية زيي ولا أنيقة وحلوة زيي، بس البنات اللي بيبقوا من النوع ده بيبقوا هدفهم الرجالة الغنية اللي زيك. البنت بقالها فترة هنا وما شفتش منها حاجة وحشة من اللي انت بتقولي عليها دي، وكمان لاحظت انها خجولة جدا وهادية ومش بتغلط في شغلها ولا بتغلط مع اي حد، حتى بقية العمال والشغالين كلهم بيحبوها. البنت ما فيش منها خوف ابدا. انا بجد مليت منك كل شوية تخنقي. على فكرة بقى البيت كله خدم وبنات برضو، بس انت اللي حاطة في دماغك. حبيبتي انت خطيبتي انا وهنتجوز قريب، روقي. ماشي ماشي يا أشهب، بس برضو مش هشيل البنت دي من دماغي وهكرهها في عيشتها لحد ما اخليها تمشي وتسيب القصر ده. ربنا يهديكي. وفي الحفلة لفتت طيبة نظر الكل بجمالها الطبيعي وجمال شعرها وبأنوثتها اللطيفة. الكل كان بيبتسم لها وبيتكلم معاها، وده وترها أكتر، وسابت الحفلة ودخلت أوضتها. قعدت على السرير وأخدت نفس عميق، فالباب خبط في الوقت ده. ادخلي يا شيماء. بس أنا مش شيماء. هادي بيه في حاجة؟ أيوة طبعا، انت مش عارفة اني بحب أشوفك دايما قدامي. سبت الحفلة ليه؟ أنا أسفة يا بيه، بس تعبت شوية وجيت أرتاح. سلامتك يا قلبي. هو حضرتك بتتكلم معايا كده ليه؟ انت مش عارفة يعني؟ مش عارفة ايه؟ مش عارفة اني حبيتك يا طيبة. حبيتني ازاي يعني؟ حبيتك وعاوزك تكوني ليا. ايه رأيك؟ مستعدة اقدملك كل حاجة انت عايزاها. هادي بيه انا مش من النوع ده، انا مستحيل اعمل حاجة زي دي. حتى لو هديك الفلوس اللي انت عاوزاها، حتى لو هتديني مال قارون برضو مستحيل. وغير كده برضو مستحيل اخون الست اللي فتحت لي بيتها. عموما انا مش هعتبره ده ردك الاخير، هسيبك تفكري يا قطة. قالها هادي وبعدين سابها ومشي، وهي وقفت وحطت ايديها على دماغها. وبعدين بقى هعمل ايه بعد كده؟ من مدة حطت عينه عليا، يا رب ساعدني. عدت فترة وكان هادي دايما بيستنى رد طيبة اللي عارفة وواثقة ومتأكدة انها مستحيل تعمل الحرام ابدا. وفي يوم عملت قهوة وطلعت تقدمها لهادي. القهوة يا بيه. حطيها هنا وقولي لي فكرت في كلامي ولا لسه؟
أنا استنيتك كتير وبصراحة التفكير تعبني. أنا أسفة، مستحيل أعمل حاجة زي دي. أنا هسيب الشغل هنا بعد إذنك يا بيه. انت هبلة على فكرة، ومش عارفة أنا هعيشك إزاي. هنسيك الفار والبهدلة، هعملك هانم بدل ما انت مجرد خدامة عندي. هتبقي المدللة الهادي بيه. قلت إيه؟ مستعدة أعيش طول عمري فقيرة ولا إن أعمل كده أبدا، حتى لو عرضت عليك أسفر باباك يعمل عملية في ألمانيا. انت بتقول إيه؟ وعرفتي الموضوع ده منين؟ مش مهم عرفته منين، المهم إن دي الحاجة اللي نفسك فيها صح، وانا هحققها لك، وانا متكفل بمصاريف عملية باباك كلها، ووعد مني تشوفيه ماشي على رجليه. ها قلت ايه؟ قلت لا، مستحيل اعمل حاجة زي دي. قالت كده وسابته ودخلت جوه، لمت حاجتها على طول واستأذنت من شهيرة علشان تمشي من الشغل، وهي وافقت. طلعت من باب الفيلا وقابلت أشهب على الباب. ازيك يا طيبة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا بيه. رايحة فين؟ أنا مروحة لأني سبت الشغل. إيه؟ سبت الشغل ليه؟ في حد ضايقك هنا؟ قوليلي ما تخافيش. لا محدش عمل لي حاجة، أنا بس اللي مش مرتاحة في الشغل عندكم. لقيت شغل تاني في مكان تاني أحسن من هنا. تمام ماشي، براحتك، ربنا يوفقك. مشيت طيبة ودخل أشهب الفيلا وهو متضايق جدا إنها سابت الشغل. وبالليل خرج أشهب يقابل يارا، وبعد شوية وهم قاعدين في المطعم. يارا، انت عملت حاجة لطيبة علشان تمشي من الشغل؟ لا ما عملتش حاجة. استنى، هي سابت الشغل عندكم؟ ايوه. تصدق ده احلى خبر سمعته. بس هي مشيت ليه؟ ولا اقولك مش مهم، المهم انها غارت. بنت تافهة ومش محترمة، تلاقيها لفت على حد تاني من اللي كانوا في الحفلة. بس انت بتسأل ومهتم بيها ليه؟ هو في حاجة؟ لا مفيش. وفي البيت عندي طيبة، مش هتناديها يا صفاء علشان تتعشى؟ ناديت عليها وقالت مش عاوزة تاكل، ملهاش نفس. ما سألتهاش طيب مالها؟ قالت مفيش حاجة. مفيش ايه بس؟ دي من ساعة ما جت وهي في اوضتها ما خرجتش. انا هدخل لها. زق احمد الكرسي ودخل لها، وطيبة كانت قاعدة على الكنبة اللي عند الشباك وبتبص منه. مالك يا حبيبتي؟ تعالى يا بابا، انا مبسوطة قوي انك كلمتني من ساعة الشغل الاخير وحضرتك مش بتكلمني خالص. انا اسف يا بنتي، انا كنت زعلان منك لان ما حبش اشوفك بتشتغلي خدامة عند حد بعد ما علمتك. انت معاكي كلية، لو انا كنت واقف على رجلي كان زماني بشتغل، ما كنتش هسيبك كده تتمرمطي انت وامك. انا حاسس اني بقيت عبء عليكم. لا يا بابا ما تقولش كده، ليه بس الكلام ده يا حبيبي؟ انت اغلى حاجة في حياتنا كلنا. كسرت قلبي يا بابا بكلمتك دي على فكرة، حرام عليك. ان شاء الله يا حبيبي هترجع تمشي على رجليك من تاني. نفسي يا بنتي، نفسي، عشان ما خليكمش محتاجين لحاجة. بابا ارجوك ما تقولش الكلام ده تاني، ماشي؟ حاضر يا حبيبتي، يلا بقى تعالي تعشي معانا. حاضر يا حبيبي، جاية وراك. قالت كده وقربت منه باست على دماغه وهو ابتسم لها، وبعدين طلع على بره. فقالت طيبة ما بينها وما بين نفسها، انا هحقق لك حلمك يا بابا واخليك ترجع تمشي من تاني على رجليك، حتى لو هعمل ايه، بس المهم ما تحسش انك عيب على حد ابدا. قالت كده وراحت وراها على طول. تاني يوم راحت طيبة على الكومباوند واستنت عربية هادي تطلع، وبعد شوية طلع هو. فوقفت قدام العربية، وأول لما شافها نزل من العربية. عاوزة أتكلم معاك، ممكن؟ ابتسم هادي في الوقت ده ليها. يا ريت، أنا أتمنى طبعا، اركبي العربية. ركبت العربية معاه، وبعد شوية وصلوا المطعم فخم وقعدوا فيه. نعم أنا معاك يا طيبة. هادي بيه، هو أنت بجد شاريني وعاوزني؟ أيوة طبعا، أنا بحبك أوي شريكي، وممكن أعمل أي حاجة عشان تبقي معايا. أي حاجة؟ أي حاجة؟ أي حاجة، أنت بس تأمري أمر وأنا أنفذ. خلاص أنا موافقة، بس توعدني إنك هتسفر بابا يعمل العملية، وإنك هتدفع كل فلوس العملية. يا سلام، أنا موافق طبعا. تمام، يبقى كده متفقين، بس أنا عندي شرط الأول. إيه هو؟ تتجوزني على سنة الله ورسوله. أنا مستحيل أعمل حاجة حرام، حضرتك أكيد فهمني طبعا. أيوة بس هو إيه اللي بس؟ يعني أنت كنت عايزني من غير جواز؟ أنا مستحيل أعمل كده. أنت مش بتقول بتحبني؟ خلاص يبقى تتجوزني، وأنا وعدك إني مش هقول لحد. أنا عارفة إنك خايف من شهيرة هانم، ما تخافش مش هقول لها.
طب خلاص، انا موافق، يبقى نتجوز عرفي. نعم؟ هو عرفي ده جواز اصلا؟ انا بقولك جواز على سنة الله ورسوله، يعني جواز شرعي قدام ربنا واكون حلالك. اقولك على حاجة، انت شكلك كده مش بتحبني اصلا. البيه اللي كان معاك في الحفلة كان حاطط عينه عليا، وكان هينفذ لي كل طلباتي، وكمان كان هيتجوزني عند المأذون حسب الشرع. بس انا قلت انت شكلك اصغر منه واوسم منه بصراحة، انت اللي عجبتني مش هو. بس يا خسارة، انا شكلي كده غلطت. لا غلطت ايه؟ ما غلطتيش ولا حاجة. يلا انا هتجوزك دلوقتي لو عاوزة، وهعملك كل حاجة انت عاوزاها. ده كفاية الكلمتين اللي زي السكر اللي قلتيهم دول. لا مش دلوقتي، سيبنا الاقي حاجة لأهلي علشان نتجوز بيها، يعني خلي الجواز بعد اسبوع كده. بس اضمن منين بقى انك هتسافر بابا يعمل عملية؟ انت ممكن تتجوزني وتضحك عليا. ما تقلقيش، اول ما نكتب الكتاب تليفون واحد وهبعت باباك يعمل العمليه في المانيا، وهخليك تكلمي الدكتور كمان، ويوم ما يرجع بالسلامه هنستقبله في المطار سوا، وهتشوفيه وهو ماشي على رجليه. يا رب يا رب يا هادي بيه، ان شاء الله يمشي على رجليه. ومرت الايام وعدى الاسبوع، وجه اليوم اللي هيتجوز فيه هادي وطيبه. وفي البيت عند طيبه كانت بتجهز نفسها علشان تمشي، بس كانت حزينه جدا من جواها. فقالت ما بينها وما بين نفسها: انا عارفه اني بظلم نفسي، كان نفسي اتجوز حد من سني، بس اني اشوف بابا ماشي على رجلي ده عندي بالدنيا وما فيها. مش مهم، انا هعوز ايه يعني اكتر من كده؟ سامحيني يا طيبه، سامحيني على اللي هعمله فيكي، بس صدقيني هتبقي سعيده جدا لما تشوف ابوكي بيمشي واقف على رجليه، وقتها مش هتندمي ابدا. يلا تشجعي، انتي قدها، هتقدري تعمليها. تعالي على نفسك.